السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. اللهم ارحم امي وارحم ابويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الاعلى. هنا بقى يا حبايب قلبي انا كنت بفطر عشان كنت رايحة السوق، فبصراحة مش كل يوم بفطر الاكل دوت، بس انا كنت اليوم ده عايزة اكل كويس لان انا بهبط، وفعلا نزلت السوق وبرضه هبط، مش عارفة ليه كده. المهم حلوين. المهم حبايبي رحت السوق. ماشي. هنا بقى كنت انا نزلت السوق وجيت من السوق ما غيرتش بقى، كان اليوم طويل وكان ورايا حاجات كتير، قلت ايه اما انجز كده بالمره. قلت خلاص انا هعمل كنتاكي واعمل رز ريزو، اجهز حاجتي وانا واقفه بالمره كده، واغسل المواعين قبل ما اغسل الفراخ بتاعتي وانقعها. بصوا حبايب قلبي، الرز الريزو ده ليه كذا طريقه، بس انا بعمله بقى بحركاتي كده وبتكاتي، بحط له بصل وجزر وطماطم، بيبقى مغذي جدا يا جماعه وحلو جدا للاطفال. دخلوه دايما في اكلكم، الحاجات دي بتبقى مغذيه قوي قوي للاطفال. بصوا حبايب قلبي، انا بعمل ايه بقى؟ يعني اما ببقى مستعجله لازم اطلع الكبه، يعني اما ببقى مستعجله قوي لازم اطلع الكبه، بتسعفني وبتخليني كده ايه اخلص بسرعه. هنا بقى طلعت الكبه، عملت فيها البصل، وبعد البصل عملت الجزر، وبعد الجزر عملت الطماطم. وبعدين بعمل ايه بقى؟ اما باجي اغسل الفراخ بحط ايه، كان عندي استفندتين كده ضربتهم في الكبه وقمت ايه عصراهم ونقعت فيهم الفراخ مع طبعا ميه وملح وسكر ودقيق. بصوا يا جماعه انسوا الزفره بقى، والله العظيم ريحتها تتاكل نيه. ليه بقى انا دايما بعمل كده؟ بس مش بحط استفندي للاكل، مش بتاع الاكل يا جماعه، بتاع يعني مثلا انا مثلا واحده اهوت ما عنديش استفندي مثلا ما يصلحش للاكل، احط استفنديات تتاكل؟ لا يا جماعه مش قصدي كده، قصدي بقى ايه، يعني مثلا شويه قشر استفندي عندك، شويه قشر برتقال، ما ترموهمش، اغسليهم تمام وحطهم في الخلاط على كوبايتين ميه واضربيهم كويس قوي وصفيهم وانقعي فيهم فراخ، والله العظيم ما هتلاقي اجمل ولا اطعم من كده. جربي مره، جربي مره، والله العظيم المعجون البتاع اللي انا بحكي لك عليه ده بيشيل الزفره خالص. انا هنا كنت مستعجله وبلف حوالين نفسي عشان اخلص بسرعه. ضربت الجزر وضربت البصل وضربت الطماطم اهم، الحاجه دي بتاعت الرز. هوريكم بقى. والبصل اللي خدت شويه بصل حطيت شويه ميه وقمت حطاهم على التتبيله، وهنا خدت شويه طماطم وحطيتهم برضو على التتبيله عشان اعمل كنتاكي. هنا بقى يا حبايب قلبي طلعت الاستوفان كده عشان اضربه واصفيه واحط ايه دقيق وسكر وملح وميه وانقع الفراخ. بصوا الطريقه دي انا بستعملها، بتشيل اي ريحه زفاره. اما بيبقى عندي شويه قشر ولا جايبه برتقان ولا حاجه وعندي شويه قشر وبغسله واحطه في كيس وارميه في الفريزر. اجي مثلا جايبه فراخ في اي وقت وانا مش عندي برتقان ولا استفندي، بطلع دوت احط عليه ميه واضربه في الخلاط واصفيه. لازم تصفيه، لازم تصفيه، لان التفل بتاع العصير بيدخل تحت الجلد بتاع الفراخ وبيدوخك في الغسيل، بيدخل وبيلزق وبيدوخك في الغسيل، فانت الاحسن صفيه. هنا بقى خلاص هغسل المواعين. ولا بس بس خد ما اقول، خد يا لا بيعرف ان انا بسجل يقعد يعاند فيه. هنا بقى يا حبايب قلبي كان عندي شويه اطلع هات الكوبايه بتاعتك من الصاله، ولا اطلع هات الكوبايه بتاعتك من الصاله. اضحك على عشان يمشي، يلا روح ولا. هنا بقى يا حبايب قلبي كان عندي شويه مواعين، قلت اغسلهم كده قبل ما اغسل الفراخ. بس كده يا حبايبي كان عندي شويه مواعين، قلت اما اغسلهم، قلت قلت اما اغسلهم كده. بيعاندني بيعاند. قلت شوف قله الادب. قلت اما اغسلهم كده وانا بجيب الفراخ لقيت الراجل عنده جناحه، دي كان ب80 جنيه في 10 جناحه، هوريكم شكلهم دلوقتي. وجبت فرختين، الفرخه كانت ب180. انا رحت السوق يا حبايب قلبي لقيت البرتقال ب15 والبسله ب25، ولقيت كمان البطاطس ب15 والخيار ب25 والفلفل ب25. اسعار وهميه، انا عمري ما سمعت الاسعار دي. انا نزلت السوق اتصدمت والله، ما رضيتش اجيب حاجه طبعا، قلت استنى يوم الخميس وانزل السوق. قلت استنى يوم الخميس وانزل السوق.
رحت بقى هروح بقى باذن الله يوم الخميس، لان انتوا عارفين ان انا بجيب البطاطس الكيلو ونص يوم الخميس ب10، وبجيب البرتقان ب10، وبجيب الاستفندي ب10. الكيلو ونص ب10، انا بجيب الاستفندي الصيني الكبير كيلو ونص ب10. فانا بروح كده يوم الخميس اجيب حاجتي، بل اللي يخليني اجيب كيلو، لا طب ما انا استنى اليوم الخميس واجيب ايه 2 كيلو، واسعار ايه، واسعار على قد خالص. بس بقى والله هضربك يا محمد. بس بقى يا حبايبي، هنا بقى قسمت الفراخ كده بالطول، كل صدر وورك في كيس وكل صدر وورك في كيس، مرضتش افصلهم عن بعض، وسبت كل ورك وصدر ايه بالطول كده، قلت ايه اطلعهم في ايه وجبه كده. بس كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. هنا بقى قطعت الفراخ، واي حاجه مش عايزاها رميتها، وهقطع التانية كمان بالمره. فبصراحه السوق النهارده كانت الاسعار غاليه نار، معرفتش اشتري اي حاجه. هروح بقى يوم الخميس، بنزل يوم الخميس الاقي الاسعار مهوده، والحاجه سعرها كويس، بيبقى مناسب ليا، كل واحد على قده، والاسعار بتبقى مناسبه ليا. فانا اجيب غالي اللي يخليني اتسوق ب 200 جنيه، لا انزل بهم يوم الخميس اجيب حاجات ب 200 جنيه تكفيني باذن الله 10 ايام باذن الله يا رب. تمام. فانا كده بقى ايه، بصوا حبايب قلبي، بحط ملح كده جنبي، وبحط ايدي ما بين تحت الجلد عند الوراك وتحت الصدر، بطلع الزملقه دي بتعمل زفاره وبتنزل في الشوربه. فانت طلعي كل الزملقه اللي تحت الجلد ده، انت هو عليك. معلش يا جماعه والله العظيم الفيديو ده انا سجلته كذا مره، بس معلش انا لازم بقى ايه هنزله، انا تعبت، انا من الصبح بسجل فيه دماغي وجعتني. هنا بقى بصوا هبدأ كده اي حاجة زيادات ما اناش عايزاها اشيلها، بدعك الفرخة كويس قوي قبل ما انقعها برضو، اي زيادات اي زملة اي حاجة بالملح كده بطلعها وبنقعها وهعينها في الكيس. ليه ما عملتش وركين او صدرين؟ عشان معرفش، انا لقيت جاي في دماغي ان انا اعمل كده. بعمل ايه بقى، بفرم بصله في الكبه واحط عليها شويه ملح وشويه فلفل، وادعك تحت الجلد كده، واقوم حاطه كل ورك وصدر زي ما انتم شايفين كده في الكيس،